مضيق هرمز، مضيق هرمز، يا دي مضيق هرمز. طبعا دي اكتر كلمه سمعتها اليومين دول. بس هو يعني ايه مضيق ومين هرمز؟ هشرح لك. هو ممر مائي طبيعي ضيق وغالبا بيبقى منفذ للملاحه الدوليه. هرمز بقى جه منين؟ في نظريات بتقول انه اتسمى على اسم مملكه هرمز اللي كانت موجوده في القرن العاشر الميلادي. اما نظريات تانية بقى بتقول انه اتسمى على اسم الاله اهورامزدا، هو اسمه كده، اله الخير والحكمه في احد الديانات القديمه. يعني هو انت مركز في ايه؟ مش ده موضوعنا اصلا. موضوعنا هو ان مضيق هرمز هو البوابه اللي بيعدي منها بترول الخليج تقريبا للعالم كله. يعني ايه برضه؟ يعني بنتكلم في حوالي 20% من تجاره النفط في العالم. تخيل بقى لو المضيق ده اتقفل. لا، وتتخيل ليه؟ هو ده فعلا اللي حاصل. وبسبب كده اسعار براميل النفط في ارتفاع مستمر. يعني وصل سعر برميل النفط الواحد ل $110 وده وقت تسجيل الحلقه. ولما اسعار البترول هتولع كله هيتاثر، مش بس الدول اللي في المنطقه. عشان كده اي توتر او حرب قريب منه بيخلي العالم كله قلقان. الحته الصغيره اللي انت شايفها دي هي بتتحكم في اقتصاد العالم كله دلوقتي. فهمت بقى يعني ايه؟